السلام عليكم اخوان. اسئلة تتكرر دائما على ضبط الطبق القوس الاقمار، ضبط الطبق المتحرك وليس الثابت. اخوان اكو اساسيات لازم تعرفوها. الموضوع مو صعب ولا سهل، بس شوية راد خبرة وفهم للموضوع. افتهم الموضوع شنو حتى تصير عندك الفكرة واضحة تشتغل عليها. اول شي الاساسيات خلينا نبدي بالاساسيات وحدة وحدة. هذا العمود لازم قبان اخواني، لاحظ اخواني، هذا العمود قبان، لاحظ هذا قبان، خليه قبان من 4 جهات. قبنته رتبته، صب القاعدة. قاعدة خلي اسمنت، ابد لا تستخدم الجص اخواني، لان الجص يخيس الحديد فيخرب. ثبته بشبنته وثاني يوم اشتغل. اول يوم بس ثبت القاعدة هاي اخواني، قلنا بالميزان من كل الجهات، منا ومنا، وحتى بالعرض، اهم بالطول. بالعرض دورات الحافة هي مو مضبوطة اصلا مال البواري. بعدها اخوان تجي تضبط معادلة البعد البؤري مال اللي هي بعد اللاقط عن الطبق، عن مركز الطبق السنتر. وشنو هي اخوان؟ قطر الطبق الضربة في نفسه. بعدين العمق، قطر الطبق اللي هي من الحافة الداخلية. لاحظ اخواني، هاي الحافة الداخلية للحافة الداخلية الثانية المقابلة إلها. لا تقيس هاي البرة، ما لها علاقة. هو هذا ياخذ، هذا اللي ما ياخذن. تقيسها تضربها في نفسه وتقسمها على اليمين على 16 اللي هو رقم ثابت معادلة على العمق بعد ان هنا تخلي وتر وتقيس هيجي يكون عندك هذا العمق. قطر الطبق في نفسه تقسيم 16 في العمق. هاي هنا طلعت البعد البؤري. خلينا نفرض هنا انا عندي هذا 68 69، تيجي الشياشة تخليها 78 79 وتحرك لان توصل لهاي. دائما خلي زايد 3 4 سنتيمات، ويفضل تستخدم لاقط رقبته طويلة حتى يعوض لك هاي الحركة مال الشياشة تظل تصعد وتنزل. هاي اول خطوتين اللي هنا رئيسيات، ولا تستعجل، خلي يومين 3 4 تونس بيا اخوان. ضبطنا قبان، قاعدة الطبق، ميزان. بعدها ضبطنا البعد البؤري. هسه نجي شلون نبدي. لاحظ اخواني، شوف هسه شلون نبدي. دقيقة بس خلي اوقف حتى احرك لكم الطبق وين اريده وافهمك الفكرة. هسه اخواني تكون الصورة واضحة، لان الشمس بعيني. لاحظ اخواني، تجي هنا اول ما تبدي بقمر المنتصف. هو الموضوع مو عشوائي اخواني، تبدي قمر المنتصف. هاي تكون عدلة. هسه انا هاي شوية من حرفين ما عندي المسطرة صغيرة ما توصل. المفروض هاي كلها باوع اخواني تصير عدلة. شوف تصير هيك عدلة. واللاقط ايضا عدل، مقابلها عدل باتجاه الارض عمودي. فهمت اخوان؟ هاي اول شي تبدي. هاي اذا تريد بلش بهاي الطريقة خلي المسطرة، ما عندك مشكلة حسب الخبرة. هي بس احنا نشتغل بدون مسطرة، لكن خلي مسطرة وتظل تحرك اخواني وراها هنا. حتى ليش هنا نسوي؟ حتى نحصل قمر المنتصف. قلنا هاي تصير عدلة اكثر، لان انا مسطرتي صغيرة فما اقدر بعد احركها هيك. تحركها اكثر اخواني، تظل تحرك هنا المسألة بالقاعدة. كل شغلك طبعا اخواني افتهموا محور الدوران هذا الافقي، هذا اهم عملية بالتقاط القوس الاقمار مع هذا المسمار الميزان. تجي تحرك، تخلي هيك مسطرتك عادي على قمر المنتصف اذا طويلة، وتحرك بهاي القاعدة يمين يسار يمين يسار. وقلنا اللاقط عمودي باتجاه الارض الى ان طلعت شو اسمه القمر المنتصف. تظل تحرك بمسمار الميزان هذا، ارتفاع قليل اكثر اقل، تحصل اعلى درجة. انت هيك بعد 80% طلعت القوس مال الاقمار. وراها شو تسوي؟ تروح الاقمار اقصى الغرب واقصى الشرق. هاي دا احكي لك للسرعة. تنزل للنيسات تلقاه موجود. ما لقيته موجود، هسه هو يقول ما لقيته موجود اخواني. هاي الوجه يروح للشرق، هذا وجه الطبق ودي لي غاد شوية تحرك هاي هيك يصير بحيث الوجه يصير للشرق. راح تجيك الاشارة، ما اجى تعكس. هاي الفكرة كلها هنا. بس انت على الاغلب من هنا اقمار الغرب ضعيفة فقط. هاي حركها عكس الجهة، بحيث يريد ينزل. من يريد ينزل لازم نوديه للشرق. شوف المحور اخواني راح يكون انصى حتى تقول الغرب او تطلعها. تقدر هم تتأكد من طلع النيسات، مثل خلينا نقول طلعت النيسات
اضغط الطبق اللي جوه، ضغطته اذا زادت ودي باتجاه الغرب. اي اقمار من نصف، هسه احنا مثل الاذري، من الاذري للنيلسات اي قمر تجيسه هيجي تضغطه تزيد الاشاره ودي باتجاه الغرب، ترفعه تزيد ودي ذاك باتجاه. شنو اللي تودي هذا المحور، هذا المحور تحركه اخوان. لاحظ هذا محور الدوران تحركه، هذا كله الفكره هنا اخواني، الفكره كلها هنا تحركه يسار حتى تزود الغرب، والعكس صحيح بالنسبه للشرق. لقيته ناصي ضغطه للاسفل، زادت وين تودي عكسه، تحرك هذا لهاي الجهه للشرق، عفوا للغرب. اذا من رفعته، افرض انت رفعته لاي جهه، النصف الشرق او نصف الغرب، رفعته هيجي بس تكون واضحه، انت ما تشوف اعذروني، رفعته ودي بالجهه هذا، تقوم تفره المحور، تقوم تفره هذا، تفره بهاي الجهه، تحرك هيجي شويه تفره بهاي الجهه، بحيث هاي راح تصير منها جيب، لان وجه الطبق راح يصير هاي. الفكره واضحه، ولا تبدي فنياتك على الترددات الضعيفه. هسه احنا عندنا مثل هوت بير ضعيفه، تروح عليه شو تسوي؟ تحرك اللاقط هذا، شوفوا اخواني هذا اللاقط تحركه يعني بالداخل، تسحبه للخارج، الميل مال العدسه يمنى يسره تضبط عليه، وراها تروح على اليمن على الفيدات يوتلسات 7 شويه، حرك على كيفك. ايضا راح تصير حركتك بيمن باللاقط يعني بالداخل، او ترفع عليه فوق اكثر، والميل مالت العدسه. وايضا بعض الاحيان تحتاج تحرك شيء بسيط، ليش؟ حتى تصوب وجه اللاقط، لان بعض الاحيان وجه اللاقط انت صح مثل 69 بعد بس الوجه ما جاي للنص، ناصر عندك المشكله، فشويه تحرك مليمات. اخوان فكره بسيطه هي، بس تلتقط قمر المنتصف. شوف، وهذا بالنسبه للاقط. هسه اخوان يقول انت شلون اللاقط؟ اخوان ترى اللاقط هسه من انزل على النيسات، اذا فرض طبق على النيسات اوتوماتيكيا راح يصير هيجي، هو راح من وحده راح يصير هيجي. فانت بالبدايه خليه عمودي ويا قمر المنتصف، وبعدين تحرك به، هو راح ياخذ وضعه يمين يسار، يمين يعني يمين حسب الزاويه مال القمر، وين درجه القمر هو ياخذها. ان شاء الله اخوان الفكره واضحه. هاي والله حبيت يعني شيء بسيط اشرح لكم، لان هو موضوع سهل بس يراد التركيز وشويه ممارسه. وانصحكم لا تستعجل النتائج بالطبخ، خاصه المتحرك، خاصه اذا اول مره تنصب، تونس بيه. يعني يوم ثبت القاعده، يوم ثبت البور العفو، يوم قعد ركائز القاعده بصوره صحيحه، البراغي اللي تثبت بالطبق، ويوم يومين نصب ايش عندك انت، خاصه اذا ببيتك. اما الاخوه المنصبين هاي السوالف كلها يعرفوها وما تطول عندهم، لان هي 1 زائد 1 يساوي 2. ان شاء الله اخوان الفكره واضحه. شكرا جزيلا.